بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله. سبحانك ربي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. أولا أنا جيت أوريكم بس الكركبة والفرح اللي سايبينه لأولادي. صحيت الصبحية لقيت الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. سبحان الله، ما عايزة غير عربية وتحول كراكيب. ربنا يهدي لي ولادي يا رب. انام والمطبخ نظيف، اصحى الصبح الاقيهم مكركبين ان هم بيسهروا صباحي، ممكن يقعدوا لحد الفجر، فبيفتكروش انهم بياكلوا غير ده. روتين اليوم الجديد، روتين صباحي مصري جديد، روتين الست المصرية الشقيانة. وتابعوا لاخر الفيديو هتلاقوا حاجات تعجبكم جدا. هقول لكم على حاجات للتوفير في ظل غلو الاسعار. يا ريت تتابعوا الفيديو كامل. انا كنت حاطه شويه قليلين، صحيت لقيت مفيش معون في المطبخ، مش موجود. وبعد كده قررت ان انا انزل في الكومة اللي انتوا شايفينها كده. ربنا يعيني على الشقة والتعب اللي انا فيه ده. بصوا يا جماعة، الفيديو ده انا جايبه لكم ان شاء الله ازاي توفري، وازاي في الظروف اللي احنا فيها دي تقدري تسندي نفسك الفترات اللي جاية بأقل مصاريف. أولا يا جماعة، الغلو أو غلو الأسعار بيجي أمر واقعي. واجب علينا كلنا، أو بالذات الست، يعني لأن هي العمود الأول في البيت، إن هي تفكر إزاي تدبر أمورها بأقل التكاليف، وإن هي كمان يعني تصرف نفس المصاريف اللي كانت بتصرف ايام الرخص. طب ازاي يا جماعه؟ تقولوا لي ازاي؟ بطريقه سهله بسيطه والله. اولا حاولي انك انت تنزلي الايام اللي في الاسواق يا جماعه، الايام اللي بيبقى فيها سوق، مش الايام العاديه. هتلاقي الاسعار حلوه. يعني ما تنزليش الصبح كمان، يعني انزلي على الساعه 10 او 11 كده. يعني لو كانت القوطة الصبح ب7 جنيه، على الساعة 10 11 كده، احنا عندنا هنا في المحافظة بتاعتنا كده، على الساعة 10 11 كده، أو بعد الساعة 12 هتلاقي السعر بقى ب5 جنيه. فتنزلي تجيبي أكبر كمية. أولا برضو الفلفل، برضو البطاطس والحاجات دي زي كده. الأيام اللي فيها السوق، شوفي السوق اللي عندك في محافظتك واعملي كده. هتلاقي كل حاجة جايباها ب2 جنيه أقل. هتقولي لي هشتري الفضلة، يعني لا والله ما بيبقى فضل ولا حاجة. لكن عشان انتي يعني اللي بيبقى عنده مثلا قاعدين معاه 10 كيلو طماطم ولا حاجة زي كده، بيبقى عاوز يبيعهم ويروح، هو كسب الصبح، فالكمية اللي قاعدة معاه عاوز يبيعهم بالسعر بتاعهم. يعني ما بيحاولش انه بيكسب فيهم، بيبيعهم بالسعر بتاعهم وبيمشي. فانتي لو طلعتي في الفترة دي هتكسبي، يعني هتلاقي مكاسب حلوة خالص انك تشتري خضار بالسعر، بالذات الناس اللي هي يعني ميزانيتها محدودة ومش قادرة تواجه الأسعار وغلو الأسعار اللي احنا فيه اليومين دول. فدي فكرة كويسة جدا، انك انتي لو غالي عليك الاسعار ومش قادره تجيبي، حاولي انك انتي تنزلي في الاوقات اللي انا بقولها لكم. يفضل انك انتي تنزلي بعد الظهر كمان، مش الصبح. تقولوا احنا بنحب الاسعار الحاجه صبحه وجميله، او ماله يا ستي صبحه وجميله، بس احنا في ظروف معينه وظروف صعبه. يعني مش واجب عليك انك انتي تاكلي الحاجه فخمه، يعني 100 كليها 95% يعني. الطماطم، هتقولي لي الطماطم تبقى مخضرة شوية. أبدا، هتعالجيها بحاجات، شوية حاجات، حطي لها بابريكا. لونها هتبقى جميل خالص وأحمر زي الورد. حطي لها معلقة صلصة، هتبقى جميلة خالص. الفلفل بأي طريقة، الفلفل أساسا احنا بنستخدمه في السلطة في حاجات. لو ما كنتيش هتحشيه، حاولي انك تجيبي مش لازم الفلفل كبيرة قوي وكده. هاتي الفلفلة الصغيرة اللي بتبقى ألف السعر، ما بتبقاش غالية. إذا كنت هتخرطيها على السلطة، إذا كنت هتعمليها يعني حاجة، مش لازم أجيب الفلفلاية الكبيرة اللي هي تمنها غالي ب10 جنيه، ممكن أجيب ب7 جنيه، إلا إذا كنت أنا هحشيها. دي أفكاري أنا اللي أنا بستخدمها وأنا بشتري الخضار. هحشي الفلفل ماشي، أجيبها كبيرة وصبحة وجميلة، لكن هعملها سلطة ما هتقولش عني. يعني لو صغيرة يبقى أجيبها هنا ب7 جنيه أو 8 جنيه، تبقى حلوة خالص. الطماطم إذا كنت أنا هعملها صلصة
سلطة ليه اجيب الحمرا اللي هم الكيلو ونص ب10 جنيه اليومين دول؟ يا ستي هتعمليها سلطة دوري على الطماطم اللي بتبقى مخضرة شوية، او ناشفة بس مخضرة شوية، هتلاقيها ب5 جنيه. هي دي اللي بتبقى حلوة في السلطة، ما بتبقاش حلوة قوي الطماطم اللي هي صبحة. لكن انا يعني رحت عشان انا عارفة الطماطم اذا كانت السنة دي وهي في موسمها، وفي شهر 12 وشهر 1 الكيلو ب5 جنيه، ما بالك اما يدخل الصيف ورمضان هيبقى الكيلو كام؟ ما هيعدي ال15 جنيه، صدقوني يا جماعة. فلو سمحتوا لو سمحتوا يعني عشان خاطر ترحمي نفسك من الغلو اللي جاي، عشان ما ترجعوش تصرخوا، هاتي كمية من الطماطم وفرزيها وخزنيها. انا نزلت جبت التقفيصة دي فيها 30 كيلو، 30 كيلو طالعة يا جماعة عليا ب100 جنيه بالظبط. 30 كيلو ب100 جنيه بالظبط. ف كمان تقريبا دول اكتر من 30 كيلو. بصوا يا جماعة، طبعا انا اللي كسبانة. هتلاقي بعد كده انا كل اللي انا هعملها بطريقة سهلة جدا. الحلة الضخمة دي زي ما انتوا شايفين كده، قطعتي فيها الطماطم تقطيع بسيطة، ما هعملش فيها اي حاجة، بس اشتغل عليها، اقعدي لك ساعة ولا ساعتين كده وقطعيها بالطريقة اللي انا قطعت بيها الطماطم دي، وهسيبها مع نفسها. حطي لها كوباية عصير مية فقط، ما تحطيش مية كتير عشان ما تاخدش معاكي فترة وتخلص لك عين البوتاجاز. حطي لها كوبايه ميه صغيره فقط، او ممكن ما تحطيش على فكره، لانك انت لو رفعت الطماطم دي هتلاقيها منزله حوالي 3-4 اكواب ميه، وهي لما تسيبيها على النار كمان هتنزل ميه كتيره تانية. ممكن عشان توفري على البوتاجاز بلاش تقطعي تحطي ميه تاني يا جماعه. هسيبها مع نفسها كده على البوتاجاز. بس جبت بقى الكميه، شايفين كل دي طماطم، ما هتقولي لي هي مش حمرا، لا دي حمرا وجميله يا جماعه. هي الطماطم الشتا كده بتبقى طماطم مرمله، بيقولوا طماطم جبل يعني. فانا عادي هعالج مشكله الاحمرار دي بسهوله خالص. هحط معلقه كبيره من البابريكا مع الطماطم بعد ما اعصرها، هتشوفوا لونها احمر وجميل جدا جدا، ومش محتاجه اي حاجه يعني. هتقولي طب ما انا لو استنيت شويه كده الطماطم ابتدت ترفع خالص، فمش هينفع انك انت تستنى اكتر من كده، لانك انت الكيلو هيوصل حاليا، انا جبتها من اسبوع، حاليا الكيلو ونص ب10. انا جبتها الكيلو محصلش 3 جنيه ونص، تقريبا 3 جنيه ونص، فيعني سعره كويس خالص يعني. بقول لكم هي في رمضان والصيف هيعدي ال15 جنيه، فليه ما انتي عندك بفرز انا احطه في الفريزر، وهم مطرح ما احتاجه موجود. ايه اللي عليا من ان انا اروح اشتري الطماطم بالشيء الفلاني؟ عندك الخير موجود في بيتك، وعندك كل حاجة موجودة في بيتي. بصوا يا جماعة، انا كمان حريص انك انت في الفترة دي، الناس اللي امكانياتها ضعيفة برضو حريص انك انت في الفترة دي يا جماعة هاتي كمية من البطاطس. انا جبت كمان شكارة من البطاطس انا وجارتي وقسمناها مع بعض، برضو الشكارة ب100 جنيه. فيها تقريبا 52 كيلو، يعني كل واحدة أخدت حوالي 26 كيلو يعني. برضو 100 جنيه، 26 كيلو يا جماعة ب100 جنيه، يعني طالع الكيلو تقريبا ب4 إلا ربع، حاجة زي كده. برضو حلوة خالص يعني. انت بتشوف الأسعار في رمضان بتشد ازاي، وبعد شهر رمضان بتشد ازاي، وهقول لكم ازاي هنحفظ البطاطس وازاي هنشيلها. يعني الخير موجود عندك في بيتك، هاتي في الرخصة، هاتي كميات كبيرة. يعني انا امكانياتي على قدي، ما ينفعش ان انا اروح اجيب الكيلو طماطم 5، مش هقدر والله، ما هقدرش اواكب ارتفاع الاسعار دي. انا والظروف على قدي، هعمل ايه انا في الكيلو الطماطم 5؟ مش هجيبه. طب الاولاد بيبقوا محتاجينه يعني، ومحتاجه انك تطبخي، فحاولي انك انتي تستغلي الاوقات اللي زي كده عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعدي بيتك وتساعدي اولادك. فيا ريت تفكري طول ما انت قاعده كده، تفكري ايه اللي انا هجيبه دي، لان فترات في الصيف يا جماعه مع الحراره، فمعظم الخضروات وكده بتبقى بايظه، فبتبقى عالية خالص، عشان كده اسعارها بترتفع جامد. فانا هحط كمية كبيرة خالص في الديب فريزر عندي. اللي ما عندهاش ديب فريزر ممكن تعمله في برطمانات وتحط على وشه زيت، حط على وشه حوالي 2 سنتي من الزيت كده، ومش هيفسد برضو. حاولي انك تحط عليه
ممكن تجيبي ملعقة ملح ليمون، ملعقة على مثلا 30 كيلو نعناع، ملعقة من ملح الليمون، وحطي لها الكمية كلها عشان تبقى مادة حافظة وما تبوظش الطماطم. وعبيها البرطمانات وحطيها في التلاجة عادي، حطي لها حوالي سنتي من الزيت في الشهر. دي كلها شايفين انتوا كمية الطماطم نقصت النص ازاي؟ هي ما بقاش كل شربة المية بتاعتها كلها. هنزل انا فيها بالهاند بلندر، انا ما عندكيش هاند بلندر بالخلاط بشفشف الخلاط، اني بالشفشف وفي حاجة تانية لحد ما انعمها خالص. معلش انا هحاول ان انا اخلطها خلطه كويسه، لان انا عايزاها تبقى صلصه عشان كمان ما تعمليش حيز في الديب. وبعد ما اخلطها خلطه كويسه انا هرجع تاني، خلي بالكم، وهحطها على النار فتره. بصي بعد ما حطيتها على النار شكلها، وحطيت لها معلقه من البابريكا، بص شكلها تحفه ازاي، شكلها جميل 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 يعني. الكميه وهي تعتبر كده نقصت الميه اللي فيها خالص. هبتدي اجيب كوبايه واعبي في الكياس زي كده نص كيلو، حطي نص كيلو وتلت كيلو حسب ما انت بتطبخي يعني، حسب طبختك. فرغي الكيس اهم حاجه من الهواء. هتعمل لك كميه جميله جدا جدا، وتقعدي بقى وقلبك مطمن، حاجتك في الغلية رخصت. احنا الحمد لله كده. بصي كميه، والله دي له كميه ولسه كميه تانية يعني. عملت حوالي 35 كيس من 30 كيلو طماطم، تقريبا كيلو اكتر من نص كيلو. بص كميه، لسه في كميه في الحله انا لسه ما عبيتهاش. طبعا انت كده حاطه في بطنك بطيخه صيفي غليت، الطماطم رخصت، كل حاجتك موجوده في بيتك عشان الاولاد اللي ما بيصبروش على الغلو والرخص. انا لو اكذبش عليكم، انا سعرها ارتفع 15 جنيه، ما بقدرش ان انا اجيبها عشان اطبخها. بقدر اجيبها اعملها صلصه ماشي، لكن هطبخ ازاي يا جماعه؟ يعني عايزالك كيلو 15 جنيه عشان تطبخيه، فتبقى صعب علينا كلنا، واحنا عارفين ظروفنا يعني، ظروفنا على القد كلنا. نزلت بقى، كانت عندي جايبه كيلو لحمه، فقلت اعمله كفته. بصي يا جماعه انا بعمل كميه من الكفته وبحطها كده يعني امان في الفريزر في التلاجة. بضيف لها طبعا اضافات، بضيف لها الكمون، الكزبره، معلقتين الدقيق دول بيخلوها متماسكه جدا، ما بيخلوهاش ابدا تفلت ولا تقل. خلي بالك حلوين خالص معلقتين الدقيق ده، بحيث انك انت تحطيهم. بحط لها نص كوبايه صغيره رز مطحون، واحط لها حبه من الشطه، شويه كمون كتار. وبصبعها طبعا، بعملها صوابع وبشيلها برضو في الفريزر. هعمل منهم شوية الأولاد يتغدوا بيهم، والباقي هحطه في الفريزر يعني ستيبن كده، مطرح ما يحتاجوا الأولاد عاوزين يتعشوا ولا حاجة زي كده، انهم بيذاكروا فيلقوا يلقوا حاجة ياكلوها بالليل، يسخنوها يحمروها. دي كان روتيني اليوم الجديد، روتين جديد، روتين مصري صباحي جديد. اتمنى اني كل التكات اللي عملناها لكم في الفيديو النهارده تكون عجبتكم، وتكونوا استفدتوا انكم انتوا تجروا وتروحوا تفرزوا الطماطم والبطاطس. اوريكم ازاي في طريقه تفريزه سهله جدا يا جماعه، بلاش تخزنيه في الفريزر يا جماعه. البطاطس اساسا بيحتوي على نشويات كتيره جدا، فلما تخزنيه في الفريزر النشويات دي بتتحول الى سكر. السكر ده لما تنزليه في النار بيتحرق. فبلاش يا جماعه طريقه تخزين البطاطس في الديب فريزر، مش عمليه ابدا. وجربتها بكل الامكانيات وبكل الطرق، ما لقيتهاش ناجحه. فلما سالت قالوا لي ان البطاطس اساسا بتحتوي على نشويات، لما تتخزن في الديب بتتحول الى سكر، والسكر مجرد انه ينزل في الزيت فبيتحرق. بس هوريكم ازاي تخزينها. خزنيها بطريقه بسيطه جدا بقشرها. هوريكم ان شاء الله في فيديو قادم ازاي تخزنيها وتحتفظي بيها لفتره طويله جدا معاكي، من غير ما تبوظ ولا تفرول ولا تتحرق على النار ولا اي حاجه. اتمنى ان كنتوا لاول مره تدخلوا على القناه ما تنسوش اللايك والاشتراك، بالذات اللايك يا جماعه بالله عليكم، لان هو ده اللي بيرفع الفيديو. ويا ريت لو حبيتوا تدخلوا على القناة التانية، قناة جات لي فكرة ووصف عليها وصفات جميلة جدا جدا هتعجبكم. قناة جميلة اساسا، بس انا مش لاقي وقت ان انا اشتغل عليها قوي. دي كده